مشروع خط أنابيب الغاز المغرب نيجيريا هو مشروع يهدف إلى بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر دول الغرب إفريقيا إلى المغرب عبر الصحراء المغربية. تمت مناقشة هذا المشروع لأول مرة في عام 2016، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ونيجيريا وتحسين البنية التحتية للطاقة في المنطقة. ولقد أكد العاهل المغربي محمد السادس في خطابه أمام البرلمان المغربي في 11 أكتوبر 2024 على أهمية المشاريع الكبرى التي تعزز التكامل الإقليمي بين بلاده والدول الإفريقية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب عبر الصحراء المغربية. وأوضح أن هذا المشروع الطموح لا يمثل مجرد شريان اقتصادي للطاقة، بل يعد جسرا استراتيجيا للتعاون الإفريقي يعزز التنمية المشتركة ويخدم مصالح عدة دول إفريقية. أهداف المشروع: يعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن من شأن هذا المشروع العملاق أن يعود بفوائد كثيرة على دول غرب إفريقيا وعلى القارة ككل، وأن يحدث تنمية اجتماعية واقتصادية بالمنطقة، حيث يعد هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمر في حال إنجازه على امتداد 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية، في مقدمتها المغرب ونيجيريا. ومن هذه الدول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. ومن المتوقع أن ربط حقول الغاز في نيجيريا بالدول الإفريقية المستوردة للغاز من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم بلوغ الدول الإفريقية المستوردة للغاز للاستقلال في مجال الطاقة، تسريع وتيرة إنجاز مشاريع مثل الكهرباء وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية، تعزيز مستوى جاذبية دول غرب إفريقيا المستثمرين بسبب انخفاض تكلفة الطاقة التي سيوفرها المشروع، خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق إقلاع اقتصادي، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول التي يشملها المشروع. وقد أقدمت كل الدول على المشاركة على تنفيذ هذا المشروع وهذا الإنجاز الكبير بمذكرات تفاهم بين عدة دول للوصول